السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا بنا على النبي ونترحم لجميع الموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا واغفر لهم وارحمهم يا أرحم الراحمين. ادعوا لحماتي بالرحمة، توفت أول يوم رمضان. ربنا يا رب يحسن خاتمتنا جميعا. النهاردة كده يعني كنت بعمل أو الفيديو ده متأخر، كنت عاملة فيه اللي هو يوم الوقفة بتاعة رمضان، أو اليوم اللي بتظهر فيه رؤية هلال رمضان. كنت في اليوم ده في الصبح كده خبزة عيش شمسي، وده أساسي يعني اللي خبزة كمية حلوة كده تكفيني، يعني ممكن لغاية نص رمضان أو كده لغاية ما تخلص الكمية وأبقى أخبز تاني. ففي اليوم ده كنت ملينة الفول بتاع التدميس، وكنت خابزة الصبح بس ما صورتش الخبيز لان انا صورت الفيديوهات بتاعة الخبيز كتير في القناة، فما حبيتش اكرره تاني. فبنت قوسنا هنا في الصعيد ان بنخبز الصبح اللي هو يوم الرؤية او ظهور الهلال. بنخبز فيه الشمس رمضان ده من استعداداتنا، ونلين الفول كده علشان ندمسه للسحور. فالتدميس بتاعي بيكون كالتالي، يعني جربي الطريقة دي وهتعتمديها كده، وهتعملي طريقة الفول دي بكل مرة بنفس الطريقة دي، هتديك النتيجة حلوة جدا، ما هتسودش. يعني هتضاعف الكمية، لونها هيكون كهرماني وحلو كده. والمكونات بسيطة جدا. المكونات اللي انا ضفتها على الفول، حطيت حوالي كده 3 معالق من العدس الاصفر، يعني 3 معالق كبار، طماطمية متقطعة، وبصلاية، بس على كده تمام. بعد ما استوى ما كملش بالظبط ساعة واستوى، وبقى كده ناعم خالص زي ما انتوا شايفين. عايزة اتجل القوام بتاعه ويبقى زي بتاع المحلات. بصوا دلوقتي قوامه تقيل، بس انا عايزة اتجله اكتر ويبقى قوامه حلو كده ومتماسك. بعمل ايه؟ وبرضه من ضمن الاضافات ان انا نسيت اقولها ان انا بحط ليمونة كده، او نص ليمونة بعصرها وبحطها بقشرتها في الفول. بجيب اللي بيخلي لي القوام بتاعها تقيل، معلقة من الدقيق، معلقة من البابريكا، معلقة من الكركم. تمام. الكركم طبعا فوائده عالية جدا. هدوبهم كويس قوي في المية، وبعد كده بضيفهم على الفول بياخدوا غلوة، والقوام بتاعهم زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو بيكون سميك وحلو كده. ويعني من اول معلقة في الفول التدميس لغاية الاخر هيديكي نفس القوام كده ونفس اللون، ولا عمره هيسود. تمام. انا بضيف المكونات زي ما انتوا شايفين كده، اللي هو ايه، معلقة من الكركم، معلقة من الدقيق، معلقة من البابريكا. هيديهم لون حلو جدا، هيديهم قوام، ومش هيغير من طعمهم نهائيا، بالعكس هيظهر طعم الفول اكتر. تمام. الاضافات اللي انا قلت عليها دي جربيها، وباذن الله كده يطلع معاكي فول يعني ملوش حل زي ما انتوا شايفين كده. وحبيت الفول كده دايبه خالص. لو جايبه من معلومات ان تشتري فول كويس، الفول تكون حبيتها بيضه كده وفاتحه، ما تجيبيش اللي حبيتها غامقه. ولازم تبصي في الفول كويس ما يكونش فيه يعني اي اخرام ولا اي حاجه خالص. كده الفول بتاعي تمام. حابه تهرسيه بالهاند بلندر، حابه تخليه كده حباياته صحيحه، مع ان هو دايب. بصوا دايب خالص، بصوا دايب دوب. هعمل منه للسحور، نسحر منه اول يوم رمضان، وهكيس كل الكميه بحيث كل يوم اسحب على قد احتياجي، وهيفضل معايا ان شاء الله كده فترة طويلة. يعني احتجت ادمس تاني في رمضان او ما احتجتش، لان زي ما انتوا شايفين ده كيلو بس عامل لي ملال الحلة كلها على الاخر. شايفين القوام، شايفين اللون، يعني حاجة ما شاء الله كده يعني. من الاخر احلى تدميس واحلى فول ممكن تعمليه. ولو تلاحظوا انا ما حطيتش فول مدشوش، لان في ناس بتقول لك لازم الفول المدشوش. انا ما حطيتش فول مدشوش ولا حاجه، ما حطيتش غير العدس الاصفر بس. وده عملت منه فول بالطماطم وفول ساده، وعملت جنبيه بيض بالسمنه، وهحط عليه كمان جبنه اللي هو جبنه الجريش بتاعتنا، وبطاطس محمره كده. وده سحورنا كان اول يوم رمضان. معلش سامحوني ان انا اتاخرت عليكم في الفيديوهات، لان كان عندي ظرف الوفاء بتاع حماتي، فادعوا لها بالرحمة. وما تنسوناش في اللايك وتشير الفيديوهات بتاعتي، ودعوة حلوة في الفيديوهات، في الكومنتات في بتاعة الفيديوهات. برضو من ضمن الحاجات اللي صورتها دي كان برضو أول في اليوم اللي كانت هتظهر فيه الرؤية.
كان زوجي كده نزل السوق وجاب لنا شوية طلبات كده لوازم رمضان. جاب لنا ليمون وجاب لنا بصل، وكان طلب الأولاد إن هم عايزين ياكلوا محشي فلفل وباذنجان أبيض وأسود، وأنا كان عندي كرنباية كان جايبها لي حماية، فقلت أعملها أول يوم رمضان. فبس يعني شاء القدر إني ما أعملش الحاجات دي كلها في أول يوم رمضان، وكان حالة الوفاة وكده. فأنا يعني شلتهم في التلاجة لحد ما ربنا يأذن وأعملهم إن شاء الله. وكان جايب برضو بصل أخضر وفول اللي هو الأخضر ده بيحبه جدا، سواء مسلوق أو أخضر كده يتاكل جنب الأكل، فهو بيحبوا ياكلوا كده في السحور سواء زوجي أو أولادي. وجبت طبعا كمية خضرة، جبت الكمية الخضرة دي وكمان جبت كمية تاني قلت هتنفعني في رمضان، وجبت جرجير والحاجات دي وبطاطس وطماطم. فالحاجات دي ما كنتش مصوراها لأن جبنا الخضار على مرتين. فكل سنة وانتم طيبين، واستغلوا الأيام الحلوة دي في الطاعة وقراءة القرآن، ونكثف من الطاعات بالذات في الأيام دي وفي طول السنة عموما. يعني في ناس بتلتزم بقراءة القرآن وبالصلاة وبتلتزم في رمضان بس، مع ان في طول السنة يعني محتاجين ان احنا نزود طاعتنا ونمحي من ذنوبنا. يعني انا وفاة حماتي اثر فيا جدا جدا جدا، ما انكرش اني حسيت ان تفكيري اتغير جزئي وكلي. فربنا يرحم موتانا يا رب ويحسن خواتيمنا اللهم امين. طبعا لحسن الخاتمة فيك علامات كتير والحمد لله اللهم لك الحمد. يعني تقريبا كلها اني اجتمعوا يعني في حماتي الله يرحمها، فادعوا لها بالرحمة والمغفرة ولجميع موتى المسلمين، وان ربنا يحسن خواتمنا جميعا اللهم امين، ويجعلها ايام مباركة ان شاء الله، وربنا يجعلها اخر الاحزان. ويا رب يكون الفيديو بتاعي مفيد. حبيت اوريكم برضو كمان الصلصة بتاعتي اللي انا عملتها، انا كنت منزلها في الفيديو اللي قبل كده، ففي ناس بتقولي الاكياس مش كويسة وكنت حطيتها في علب احسن. بصوا انا معتمدة يعني حتة التفريز ان انا بفرزها في اكياس تلاجة دي من زمان، وبخصص لها درج وحده، لان في كان كاتب لي كومنت اني الأكياس هتتقطع والصلصة هتسيح على بعضيها، لكن لو العلب هتحفظها. العلب كويسة بس الأكياس برضو كويسة طالما أنا حطها في درج لوحده، ومش بحط حاجات ممكن تزنق الدرج أول ما أدخل أفتح وأدخل الدرج، مش هتتقطع ولا تحتك بحاجة، فهتفضل محافظة على نفسها. وبعدين هي هتجمد وكل كيس بكيسه. ويا رب تكون الوصفة بتاعتي استفدتوا منها في تدميس الفول. برضو الخطوة دي انا حبيت احطها لكم في الفيديو تاني علشان تتأكد معاكم، اللي هي معلقة كركم، معلقة دقيق، معلقة بابريكا، وازودهم مية واحط على فول التدميس وبيديك القوام اللي انتوا شايفينه ده. استودعكم الله والسلام عليكم.